بسم الله ما شاء الله. الذكر الحمام ده بسم الله ما شاء الله، يعني لامم. يعتبر كل الدم الناجح بتاع الحاج عبد الفتاح سبع. باختصار كده هو يعتبر كل حمام الحاج عبد الفتاح سبع نجح. الذكر ده بقى لامم كل الدم بتاع الحاج عبد الفتاح وكل الدم بتاع يعني البطل الكبير مجدي غبريال، بالإضافة إلى بعض الدماء الناجحة من حمام الحاج محمد فتحي البقلي. يعني الذكر ده يا جماعة فرخي بأمر الله. في بقى السيلفر شادو، في اليانج بوي، في الفيليكس، في الفلون، في الجانسون المهزوزة بتاع الحاج نزيه القيبرز، في بقى الحمام البطل مجدي جبريل برضو الشهير، في السبرنتات، في ابواب كتير قوي. يعني خلاصة يمكن من افضل الحمام اللي احنا حافظنا عليه، لان ولاده كسبانين وولاد ولاده بفضل الله برضو مشرفينا في كل مكان، او اي حد خد مننا حمام. الذكر ده يعني من الحمام اللي تقليبه مميز وطلته كده مميزة، وفرق فريخ أبطال. للأسف كل ولاده اتباعوا. يعني إن شاء الله لسه هنبدأ نفرق منه بأمر الله. وعايز أقول لحضراتكم إن في ولاده واقفين استوكات في لفتات شهيرة جدا، مش عايزين نذكر أسماء الناس بتزعل. النقطة اللي عايز أوصلها يعني ان الحمام ما فيش فيه جديد وقديم. زي ما قلت قبل كده، الحمام الجديد الناس بره ما بتصنعوش، الناس بتركب الحمام بره تركيبات، بتنقي سؤالات، بتجرب، ما عندهاش حتة العاطفة انها تسيب الفرد ده عشان غالي او من فلان وعلان. لا، الفرد الحامل اللي بينافس معاه بيتذبح. عكس يعني ايه ناس تقول لك انا مثلا هبيعه عشان اجيب الاقوى. يعني اللقو مهم كتير في بعض الحمام، وبرضه في نفس الوقت الفرد لما يكون كويس اللقو ممكن ما يأثرش طالما الفردة اللي راكباه كويسة ومن أصول كويسة. الفرد الناجح بيكسب على أكتر من نتاية. النتاية الناجحة الدم القوي بتكسب على أكتر من ذكر. الحديث كتير جدا عشان نتكلم عن الزاجل محتاج يعني أعمار وسنين وأعمار عشان نتكلم ونديله حقه. الحمام الزاجل يعني هواية يا جماعة. يعني لحد اللحظة ديت الناس بتبحث وبتتعلم وبتفتش فيها عن أسرار. في ناس بتغير معتقداتها في حاجات معينة، في ناس بتكون على صواب في حاجات وبتغير وجهة نظرها في حاجات. لازم تكون مقتنع ان انت بتأخطأ وبتصيب. الهواية ملهاش كبير. احنا بنشوف النهاردة نتائج ناس لأول مرة بتسمع اسمها، بس ناس اجتهدت، ناس فكرت ازاي تقتنع حمام كويس، ناس بدأت من حيث انتهى الآخرون. والحديث بقية. وانتظرونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.